فيديو التوفير. تعالي اقولك ازاي نقدر نمشي الشهر كله بثلاث فرخات ونص كيلو لحمة مفرومة، او ممكن تخليها تعملي بيها اي وصفيان عادي، سواء بقى نص كيلو لحمة كيلو لحمة حسب امكانياتك. بس اساس الموضوع هو الثلاث فرخات. اولا بجيب فرخات كبار علشان لما اجي اقطعهم الاقي الصدر بتاعها كويس ويعمل لي وجبات كويسة. يعني الوجبات ديت ممكن تكفي من 3 افراد ل5 افراد على حسب عدد الافراد عندك. وهقول لك على فكره حلوه قوي قوي، ازاي لما يكون عندك لحمه وعايزه تفكيها من غير ما تتبهدل او تقعد كتير قوي على بال ما تفك. احنا كلنا عارفين مشكله ان اللحمه عشان تفك بتاخد وقت وتسيح ومش عارف ايه، لازم تطلعها من بالليل وبتلاقيها نزلت ميتها. لا، احنا هنحطها في شويه ميه زي ما انت شايفه كده، لازم تكون مغموره. المية دي فيها معلقة ملح صغيرة علشان الحجم صغير، لو كبير لو كمية كبيرة هتحطي معلقة ملح كبير. وزي ما شفتي كده حطيت حوالي معلقتين من الخل. وفوق الكيس ده بتاع اللحمة هحط اي حاجة تقيلة بحيث اللحمة تبقى يعني متغطية بالمية. تمام. وخلال 5 دقايق بس ما شاء الله هتلاقي اللحمة فكت معاكي من غير ما تنزل ميتها ومن غير ما تنشف ولا اي حاجة. نبدأ بقى مع بعض كده في تقطيع الفراخ. أول حاجة بنقطع الوراك لوحدها والصدور لوحدها. الموضوع على فكرة سهل وجميل جدا. بس في شوية معلومات كده هتعرفيها في الفيديو ده هتريحك وهتبقى يعني هتفرق معاكي كتير. العظمة دي علشان تكسريها، أول ما تكسري الجزء الأبيض اللي فوق بتطلع معاكي. مجرد ما خرجنا العظمة البيضة دي هنقدر نخلي الصدر من غير ما يتأثر خالص وتاخدي الصدر سليم. لأن الطريقة دي أسهل طريقة وأحسن طريقة تطلعي بيها صدر الفراخ سليم، إنك تركزي مع العظمة اللي في الظهر دي. مجرد ما تفتحي جامد كده بتطلع معاكي هي بسهولة من غير سكينة حتى ومن غير أي حاجة. بعد كده اما باجي اشيل الجزء ده زي ما انتوا شايفين. ده طريقة الخلي لو انت عايزة تعملي هياكل اللي هي بتتعمل في الشوربة او بتتعمل في صينية الفراخ. زي ما انت عايزة، لو هتسيبيها سليمة على بعضها كده نعملها في صينية الفراخ. لو هتقطعيها فممكن تعملي منها شوربة، اي يعني العظم اللي هيطلع نعمل منه شوربة. وبناخد الجناح لوحده. انا حتى الجزء اللي فاضل ده كمان هاخده مع الاجنحة علشان هبقى اعمل معاكم الاجنحة دي كنتاكي، يبقى شكلها جميل جدا وطعمها جميل جدا ان شاء الله. هنعمل افكار حلوة هتعجبك جدا وشوية معلومات بسيطة خالص، ولكنها هتفرق معاكي قوي في التخزين او في انك ترتبي الاكلات بتاعة الشهر. زي ما انتوا شايفين كده لما اجي اخلي، اهم حاجة السكينة اللي استخدمها تكون حامية جدا، وامشي مع المفصل واحاول انزع العظم بعيد عن اني ابهدل اللحم بتاع الفراخ. طبعا ما فيش اي فتفوتة بتترمي، يعني حتى الجلد نفسه ممكن ما ترموهوش، هتخليه تعملي بيه شوربة، يعني هتحطيه مع العظم ونعمل بيه شوربة. بتبقى ما شاء الله دسمة جدا، ممكن تعينيها تعملي بيها ورق عنب او تعملي بيها اي محشي. نصيحة، الدهون اللي بتبقى في الفراخ وانا عملت لكم فيديو قبل كده، اللي هي بتبقى عند الوراك من تحت دي ما ترميهاش. انا بحوشها وبجمعها طول الشهر او حتى في شهرين واعمل منها زيت. لو عايزة الفيديو بالتفصيل اكتبي لي في التعليقات وانا هحطلك الرابط بتاعه. ازاي تعملي الزيت بديل بتاعه يعني او بديل الزيت. وعلى فكرة طبيعي جدا وصحي جدا مليون في المية، وحلو قوي وخفيف. وتقدري تحمري فيه بطاطس وتطبخي فيه كل انواع الطبيخ بتاعك، وتعملي الرز مفلفل وجميل جدا مش معاك. اهم حاجة في الفراخ انها تكون اكتر من 2 كيلو، يعني 2 كيلو ونص 3 كيلو في الاحجام دي. ليه؟ ده هيساعدك كتير قوي في انك تعرفي تقسميها كويس وتقطعيها كويس. تقدري بقى تعملي كل الوصفات والاكلات اللي انت حباها. بس انا هنا هقدم لك طريقة مختلفة خالص للتخزين واسلوب مختلف لتقسيم الاكل. هتشوفيه معايا دلوقتي في الفيديو وهقول لك ليه، يعني ليه انا بعمل كده. طول ما السكينة بتاعتي حامية الدنيا معايا سهلة وجميلة وما بجيش ناحية اللحمة خالص. انا ماشية مع العظم ومع المفصل.
هتلاقي الموضوع سهل وبسيط ومفيش فيه اي مشكلة خالص. انا حبيت بس اعمل الفرخة التانية كمان قدامكم علشان اللي ما خدش باله من الجزء الاول يشوف الجزء التاني. وانا كمان مسرعة الفيديو علشان ما يطولش عليكم. طبعا ده بعد ما نقطع كده لازم نغسل الفراخ دي كويس جدا جدا، ونشطف كل الاجزاء دي تاني كويس جدا بالمية. وممنوع استخدام الخل مع الفراخ يا جماعة في الشطيف. عايزة تغسليها ممكن تغسليها بطحينة، تغسليها بليمون، تغسليها بملح. انا بدعك بملح على الناشف وبعد كده اغسله. ولو حابة اعصر ليمونة مفيش مشكلة وانقعها فيها شوية. انما ممنوع الخل. ليه بقى؟ لان الخل بينشف لحم الفراخ بطريقة غريبة جدا، وبيغير طعمها، بيغير طعم اللحم بتاع الفراخ. كلامي للناس اللي بتتذوق وبتميز الأطعم من بعضها. يعني في ناس مثلا تعمل كل الحاجات بنكهة واحدة، فده طبعا مبيبقاش حلو، بتحسي كل يوم بتاكل نفس الأكل. في ناس بتخزن الأكل متبل، وده من الحاجات الغلط جدا. ان انت تحطي التتبيلة على الأكل وتخزنيها بيها في الفريزر، بيبقى طعمه مش حلو خالص خالص. انا بحب الحاجة تكون فريش وطازة، ما يكونش مركونة. وهقولك ازاي تعملي كل الكلام دوت، وازاي تاخدي الحاجة يعني برغم انها محفوظة في الفريزر لكن هتبقى برضو معاكي سهلة وسريعة. وكمان ما ترهقكيش، يعني مش هتتعبي في ان انت تعملي كل الوصفات مرة واحدة. هاجي بقى هنا على كل الصدور. كل فص من الصدر هتلاقي فيه من ورا كده جزء اللي هو بتاع الاستريبس. باخد كل جزء الاستريبس ده واقطعه. هما طبعا دول في 3 فرخات، فهيطلع معايا 6 اجزاء استريبس. الاستريبس ده من الحتة اللي هي الطرية في الفرخة، تستوي بسهولة جدا جدا جدا. وتقدري تعملي منها اي وصفة تانية غير الاستريبس، بس الاحسن ان انا اعمله استريبس. وهاخد معاهم صدر من الصدور الفرخة دي، فص واحد من الصدر، وبرضو هقطعه بنفس المقدار بنفس الطول. وهعملهم برضو استريبس عشان يبقى عندي كده عملت ايه، صنف كامل من الاصناف اللي انا هعملها. في عظمة كده بتبقى في الصدر، دي اهم حاجة لازم تشيليها وتاخدي بالك منها. احيانا الاستريبس ده ما شاء الله الفراخ كبيرة او اوزان كبيرة بيبقى عريض، فانا بقسمه نصين. وهنا بدأت ان انا اعمل الفص ده كله استريبس بنفس حجم القطع بتاعة الاستريبس، وعمل معايا ما شاء الله كمية حلوة جدا. نرجع بقى للحمة بتاعتنا. بعد 5 دقايق بالظبط ما شاء الله اتفكت وبقت حلوة جدا جدا، وسهل جدا ان انا استخدمها. اللحمة دي انا هفرمها وهقولك هنضاعف مقدارها ازاي. ومن نص كيلو ده بس ممكن نعمل كيلو من الكفتة. انا هعملها كلها كفتة لان انا من عشاق الكفتة الصراحة. عايزة عندي شوية بقدونس. بحاول ان انا احط الورق في نفس الصف مع بعضه، علشان انا عايزة الورق بس مش عايزة العيدان بتاعت البقدونس. وهبدأ ان انا اقطع البقدونس ده ناعم جدا جدا. ممكن تفرميه على فكرة، بس هينزل مية ومش هيبقى حلو. هو بالسكينة، الفرم بالسكينة ده الافضل. عندي بقى دهن. الدهن ده انا بجيبه من عند الجزار، اسمه دهن الكلاوي، دهن عجالي اللي هو بتاع الكلاوي. بيبقى عبارة عن فصوص. الدهن ده طول ما هو موجود عندي كأني انا بعمل بلحمة يوميا. بعمل ايه بقى؟ بجيبه بغسله كويس جدا وانشفه كويس جدا واقطعه قطع صغيرة زي ما انت شايفة كده، واحطه في الاكياس كده واحطه في الفريزر واطلعه. بيفك، بيبقى فاكك من بعضه لان انا منشفاه فما بيمسكش في بعضه. انا خدت منه جزء يعني علشان احطه فوق الكفتة. حوالي 150 جرام من الدهن، بس هو عشان متقطع فتحس ان هو كتير، لكن هم حوالي 150 جرام.
وكمان في حته دهنه كده معاها هقطعها. هبدا ان انا بقى اقطع اللحمه زي ما شاء الله، زي ما انتم شايفين فكت بمنتهى السهوله من غير ما تنزل ميتها، ومن غير ما تبقى تفل بعد كده، لان اللحمه لما بتنزل الميه الحمراء اللي فيها دي بتيجي تعملي بيها اي حاجه بتلاقيها متفله. فالطريقه اللي انا قلتلك عليها دي سهله جدا جدا وجميله قوي في انك تدوبي بيها اي حاجه متفرزه. في طريقه تانية عايزه اقولك عليها برضو، انك تحطي لو مثلا لحمه مفرومه ومتجمده في الفريزر، ممكن تحطيها ما بين حلتين او بين اي حاجتين استانلس. يعني تحطي حله استانلس تكفيها على وشها، وتحطي اللحمه المفروم فوقيها، وبعدين تحطي الحله تانية قاعده عليها، يعني بالقاعده بتاعتها، اللي هم إن المقعد بتاع الحله فوق اللحمه المفرومه، والمقعد التاني تحتها، فتبقى اللحمه محضونه او محطوطه بين الايه الاستانلس من فوق ومن تحت. ده بيخليها تفك خلال 5 دقايق بس، مش هتاخد وقت خالص وهتفك معاكي. ده بالنسبه للحمه المفرومه، لان طبعا مش هنحب ان احنا نحطها في ميه عشان ممكن تبوظ. بعد كده عملت قطعت بصلايه متوسطه، حطيت ملح وفلفل علشان خاطر التتبيله بتاعه البصل بالذات. احسن حاجه بقى عشان تاخدي طعم الكفته الجميل، ان انت تضربي الخضار والبصل والدهن لوحدهم الاول في الكبه بعيد عن اللحمه، وبعد كده بضرب اللحمه، وبعد كده بضيف ده وده على بعضه وارجع اضربه تاني. فده بيديكي الكفته بتبقى ناعمه جدا ومتماسكه، ومستحيل انها تفك منك. كمان في حاجه بسيطه هنعملها علشان خاطر الكفته تكون متماسكه وما ما تفكش مننا ابدا، وهي ان انا هجيب رغيف عيش وهبله بميه، حاجة بسيطة كده، وبعد كده صفيه جدا جدا وهضيفه على الحاجات دي، على المكونات دي، وهضربه في الكبة مع الخضار ومع الدهن. ممكن تحطي نص رغيف عيش بس، مش لازم الرغيف كله. اهم حاجة في الكفتة هي البهارات بتاعة الكفتة، انك تجيبي بهارات كفتة نوعية كويسة. وعلى فكرة البهارات الكفتة اللي احنا بنشتريها اكياس دي، مش عارفة ليه دايما ما بتعجبنيش. كان زمان العطارين بيعملوا لنا بهارات كفتة جميلة جدا. لو عندك عطار بيعمل بهارات الكفتة هاتيها منه احسن، ولو ما عندكيش هعمل انا ان شاء الله ليكم بهارات الكفتة اللي انا بعملها تحفة وجميلة جدا جدا. وممكن كمان تستبدلي بهارات الكفتة بالبهارات السبعة، برضو بتخلي الكفتة طعمها حلو جدا. هنا زي ما شفتوا انا فرمت الدهن والخضار والبصل مع بعضه، وفرمت اللحمة مع بعضها، وبعد كده هبدأ اضيفهم على بعض، وهرجع بقى اضيف عليهم العيش وارجع اضربهم تاني في الكبة علشان يبقى معايا الخليط ناعم جدا. شايفة العيش يعني مش كتير هسيبه في المية كده، وهعصره جامد جامد، مش عايزة فيه مية اصلا، انا عايزاه هو يشرب المية اللي موجودة في الكفتة. لو مش حابة طعمه يكون ظاهر قوي كفاية نص رغيف. انا بقولك بما يرضي الله، يعني بأمانة ربنا كل تفصيل وكل طعم هيبقى طعمه عامل ازاي. اهم حاجة في الكفتة زي ما قلتلك البهارات، وما كانش عندي البهارات اللي انا بعملها كانت خلصانة مع الاسف، فاضطريت ان انا اجيب من البهارات الجاهزة وما عجبتنيش نهائي خالص. اي ده، وانا بغير كل الانواع على فكره، وجربت كذا نوع من الجاهزه دي، ولا شركه عجبتني لحد دلوقتي، لان انا متعوده على اللي انا بعملها او اللي انا كنت بجيبها من عند العطار جاهزه، بتبقى ريحتها قويه اكتر. فممكن تستعيدي عن ده، لو مش عندك تحطي بهارات 7 بهارات كده خلاص. ممكن تشوفي يعني بعض الناس تشوفوا ان هنا الخضار زياده، بس انا بحبه كده، يعني انا بحب لون الخضار يكون زياده في الكفته. هبدأ بقى أصبعها، ما شاء الله تعمل لي كمية كويسة جدا. أنا وزنت الخليط ده، طلع حوالي كيلو من المفروم، يعني بعد الإضافات دي كلها النص كيلو عمل لنا حوالي كيلو. هيعمل لنا كمية حلوة جدا من الكفتة، ما شاء الله جميلة جدا جدا. طريقة التسوية اللي أنا بعملها بقى أسهل طريقة، يعني أنا بحطها في الصينية وبحطها على صاج الفرن من تحت على درجة حرارة 180، بتاخدش حوالي 20 دقيقة. بعد كده بطفي من تحت واشغل الشواية، وممكن كمان ارفع الصاج، يعني اخلي الصاج ارفعه شوية قريب من الشواية علشان ما تنشفش مني كفتة، لان بتحتاج انها تستوي على نار سريعة علشان خاطر تفضل جوسي
وتفضل جميله. وخلي بالك منها ما تتلسعش منك، يعني ولا تتحرق من تحت ولا تتحرق من فوق. الطريقه دي سهله جدا وسريعه، وبتديكي نفس الطعم بتاع الكفته بتاعه الحياتي. لو حابه تعملي فيها قطعه فحم هتديكي بالظبط كانها معموله على الفحم. ولكن انا بعملها كده وما بعملش موضوع الفحم ده. طيب نرجع بقى للفراخ بتاعتنا، احنا عملنا فيهم ايه؟ الثلاث فرخات. حطينا زي ما انت شايفه كده الدبابيس، ادي الفخاد بتاعت الفراخ، كل ما شاء الله عشان كبيره فحطيت كل ثلاثه. ال ال الصدور، الاجنحه، عملوا معايا حوالي من 10 ل 13 أكلة أو وجبة. ممكن يعملوا 10 وجبات، أقل حاجة 10 وجبات. يبقى الثلاث فرخات أنا استفدت بيهم، بدل ما أعمل فرخة في مرة فأنا هعمل 10 مرات من 3. يعني أنا تضاعفت الموضوع مرتين 3. الصدر ما شاء الله زي ما انتوا شايفين كبير جدا وحلو جدا. انا بقى بعين الحاجات دي زي ما هي كده، من غير ولا بهارات ولا خضار ولا توابل ولا اي حاجه. ولما باجي بطلعها بفكها بنفس طريقه الخل والملح اللي انا قلتلك عليها دي، وهي مقفوله، واهم حاجه الكيس يكون مقفول، الميه ما تدخلش ليهم ولا الخل يدخل ليهم، وبتبقى كأنها لسه طازة فريش. وطبعا التتبيلة اللي انت هتحطيها هتبقى معمولة طازة وفريش، فهتاكلي الاكل وانتي سعيدة وحاسة انها حاجة فريش وجميلة جدا. اما موضوع ان انا هجيب الحاجة من الفريزر واحطها على النار على طول، بقى جربتها يا جماعة، والخلطة ما بتبقاش حلوة خالص، وطعم الحاجة بيبقى ماسخ جدا جدا، ومش مش طعمه مش حلو خالص. احنا بنحب الحاجة تكون لحد ما طعمها جميل، طبيعي يعني طعمها ما يكونش متغير، الطعم الحلو اللي احنا متعودين عليه. فان انت تحتفظي بالحاجه متبله، نصيحه مني ما تعمليش كده، لان هتلاقي الطعم اتغير معاكي خالص. وطعم التوابل معرفش بيبقى فيه طعم مش حلو خالص خالص، ولا فيه اللذاذه والطعم المسكر الحلو اللي احنا متعودين عليه. انا كده يعني جزأت كل حاجة لوحدها، اقدر اخدها اطلعها افكها استخدمها زي ما انا عايزة. كمان انا محافظة على الصدور. افرضي انا عملت حاجة ورجعت في رأيي ونفسي في حاجة تانية، ففي كده انا عندي حرية ان انا اعمل حاجتي بالطريقة اللي تعجبني وقت ما اكون عايزة. بطلعها من بالليل بفكها، او بطلعها من قبلها بساعة وبساعتين بفكها، وببدأ اشتغل عليها. مفيش اي مشكلة، ما بتاخدش معانا وقت خالص. وممكن نستخدم طريقة الخل والملح دي في اننا نفكها في خلال 10-15 دقيقة بالكتير، وما شاء الله هتديكي نتائج هايلة جدا، والف هنا وشفا.